الست بتشتكي دايما انه الراجل في الوقت بتاع البي ام اس ده هو كل حاجه بيعملها قدامي بيستفزني، صوته بيضايقني، طلباته مش قادره عليها والكلام ده كله. وفي حاجه اكتر برضو بتضايق ان هو مبقاش فاهم قوي هي اللي بتمر بيه دي ايه، عامل ازاي، يتقال عليه ده دلع، يتقال عليه ده اي كلام، يتقال عليه ده لخبطه هرمونات بقى وخلاص وكبري دماغك. فتحس الاهمال، انه مش مهتم بيا، انه مش مركز معايا. بس يعني خليني اقول ان الموضوع فيه شبه يعني رجاله مظلومه شويه، ان هما بجد هما مش فاهمين، لان احنا فعلا الفيرجن بتاعت شخصيتنا بتختلف من شهر لشهر ومن يوم ليوم. فهم بيبقوا واقفين شويه محتارين ومخضوضين. يعني ممكن في يوم يجيب لك ورده تتبسطي، اليوم تاني يجيب لك شوكولاته تتضايقي، وهو بيقف قدام المواقف دي محتار ومتضايق وحاسس ان هو مش عارف يريحك، فبيستسلم ويبعد. فانا كلامي هنا للاتنين، اول حاجه انت ساعديه ان هو يساعدك، فهميه وقولي له انت ايه احتياجاتك في اليوم ده في الشهر ده، وهو كمان يعمل حاجه يكون عندك شويه مرونه انك تستوعب بيها احتياجاتها عامله ازاي وتكون مستعده انك تديها لها فعلا. لانه الحوار ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل ما بين الراجل ومراته، عدم فهم حاجه زي كده وعدم تقديرها وعدم الرعايه المثاليه او المناسبه. وفي نفس الوقت الست ساعات بتصعب على الراجل رحله الدعم والتفهم دي.